السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد كما العادة وكما عودتكم بوصفات اقتصادية واللي ناجحة مليون في المية. إن شاء الله اليوم نحضر معكم الميني كيك اللي بالنكهة ديال الفراولة. إلا كنتم من محبي الفراولة فهاد الفيديو ليك. الصراحة جاو خطيرين وكيستحقوا التجربة، فبقاو معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة هنا للمقادير، انا كما عودتكم راني الكيك كنخلطو في الخلاط الكهربائي. غندير 2 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، وغندير كاس الا ربع ديال السكر الخشن، كاس الا ربع ديال الحليب، وكاس الا ربع ديال الزيت. وغادي نطحن الكل مزيان. غنخلطوا المكونات مع بعضياتهم مزيان تيذوب لينا السكر. من بعد غادي نضيف ليه 1 معلقة كبيرة ديال الكاكاو. البنات الا بغيتو الكيك يجيكم لونه احمر مزيان ما تكتروش الكاكاو، ديروا فقط معلقة صغيرة باش الا بغيتو يجيكم حمرين. انا كثرت هنايا الكاكاو، درت معلقة كبيرة فما بانش اللون ديالهم مزيان. صافي نخلطوا المكونات مع بعضياتهم مزيان، نكبوهم في واحد البول ديالنا. من بعد غادي نضيف معلقة صغيرة ديال النكهة ديال الفراولة. الناس كتجي خطيرة بالنكهة ديال الفراولة، في الحقيقة كتجي بنينة، جربوها. انا درت معلقة صغيرة. صافي وغادي نكمل نخلطهم مع بعضياتهم مزيان. انتما البنات كي تيتبدل اللون ديال الخليط ديالنا، غير انا راني كثرت شويه الكاكاو. الا بغيتو يجيكم داك اللون الاحمر الباين فما تكتروش الكاكاو كما قلت لكم. صافي غنخلط المكونات مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق خدا ليا 2 كؤوس الا ربع ديال الدقيق الابيض مع 8 غرام من خميره الحلويات. ونستمر بنفس الكيفيه نخلط الخليط ديالي مزيان تنحصلوا على هذا الشكل هذا. انا راه الكيك ديالنا واجد، الخليط ديال الكيك ديالنا واجد. غادي نفرغه في واحد الكاس باش يسهل عليا نعمرو في ليمول. انا البنات خديت ليمول ديالي فقط دهنتهم بالزبده، ما رشيتهم لا بالدقيق لا والو، غير دهنتهم شويه الزبده وبديت نفرغ في الخليط ديالي. كبيته في هذا الكاس هكا سهل عليا وجاني عملي انني زعما نعمر لي كيك دغيا. بالنسبه لدرجه الحراره 180 درجه، يطيبوا على نار مهيله. صافي غنستمر بهكا نعمرهم كاملين ومن بعد ندخلهم الفران يطيبوا تقريبا 20 دقيقه راه كيوجدوا. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش من اللايك جزاكم الله خيرا، ومن البارطاج اللي تعم الفائده لما لا. في هاد الاثناء انا فاش غندير الكيك ديالي طيب غادي نوجد الكريمه اللي غادي نعمر بها هذوك الميني كيك منين يطيبوا. اللي فيها كاس ديال الحليب و2 معالق كبار ديال النشا ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. غنخلطهم هو الاول مع بعضياتهم تيذوبوا، عاد نديرهم فوق نار مهيله مع التحريك المستمر حتى تيعقدوا لنا. الطريقه راه سهله ولكن راه فيهم كيجي بنين الصراحه. صافي انا نديها على نار وابقى نستمر بالتحريك مزيان حتى تيبان لي راه كيعقد. وغادي نضيف مع داك الشوكولات الابيض غنضيفو باش يذوب معاهم، يذوب في داك الحليب. صافي ونستمروا حتى يبان لينا عقد ونطفيو عليه.
فنتمنى انكم تجربوهم. الصراحه جاو هائلين والكيك مفشه وغزاله. صافي انا راه بان لي عقد غادي نطفي عليه حيت من بعد غادي يجمد من فوق الكيك. هانتوما البنات راه كيديمولاو بسهوله، يعني ما غيعذبوكم لا والو، وشكلهم جا زوين بزاف. يعني غير بجوج بيضات خرجنا هاد الكيكات هادو الفرديين. يصلحوا الكوطي هكا، ولا اللي عندها وليداتها كيمشيو مثلا المدرسه ولا الراوض. صافي انا غادي نديمولو نحيدهم من القوالب ديالهم كاملين ونخليهم يبردوا مزيان. هانتوما البنات كما كتشوفوا راهم مفشين وزوينين صراحه. صافي غادي نعمر ليمول ديالي، والتزيين راه كيبقى اختياري. الا كانت عندكم الفراوله في الدار زينوا بها، راه كيجيو حيت هما اصلا بنكات الفراوله كيجيو بها زوينين. انا نكتفي بالتزيين بسيط بداكشي اللي متواجد عندي في البيت. والى هنا استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى وصفه اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.